السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي في مطبخ ست البيت. النهاردة أنا هعمل معاكم الكحك الناعم. مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا. أنا معايا أنا معايا نص كيلو سمنة. النص كيلو سمنة بمعدل كوبايتين ونص، الكوباية المعيارية دي يبقى نص كيلو سمنة كوبايتين ونص سمنة. ومعانا دقيق، معايا ريحة كحك وخميرة ومية دافية. دي مقاديرنا. هقول المقادير مرة تاني: كوبايتين ونص سمنة، يعني نص كيلو سمنة، نص كيلو سمنة على كيلو دقيق، نص كيلو سمنة على كيلو دقيق. ومعايا خميرة وريحة كحك. حابة تحطي سمسم حطي. وهنعجن بمية. أول حاجة هعملها هجيب السمنة وهقدحها كويس. دلوقتي أنا هنزل بالكيلو دقيق كده بالشكل ده. عليه رشة ملح، رشة ملح بسيطة. أحط معلقة ونص ريحة كحك، تمام. وهسيب السمنة تسخن معايا كويس. دلوقتي السمنة سخنت كويس، هنزل بيها كده واقلب. كده انا عايزة ابس العجينة، بس انا مش هقدر احط ايدي دلوقتي عشان السمنة سخنة. بالشكل ده. وهبس العجينة كويس جدا. كيلو دقيق، نص سمنة، معلقة خميرة، معلقة ونص ريحة كحك، مية دافية ورشة ملح. استغنى عن المعلقة وابس بايدي. دلوقتي انا بسيت الكحك معايا كويس. ابسه ازاي؟ كده اعمله كده، توهت الدقيق في السمنة خالص. ماشي. دلوقتي هحط معلقة خميرة في مية دافية، معلقة خميرة بالشكل ده. احط عليها مية دافية واقلب الخميرة بتاعتي. هاخد نص كوباية مية واقلب. ليه متاخدش مية كتير. بعد ما عجنت الكحك معايا بالشكل ده هسيبه يختمر وادفيه كويس جدا، وبعد كده هبدأ اقطعه. الكحك الناعم اجيب واحدة كده واحط فيها حتة ملبن بالشكل ده، تمام. وابدأ اقفلها كده، اقفلها كويس كده، اكورها معايا بالشكل ده. احطها هنا في الصاج، انزل عليها بالبصامة تبقى معايا بالشكل ده. اعمل واحدة تاني، اجيب عجينة اطريها معايا، لان اصلا عجينة الكحك الناعم كلها سمنة، فانا احاول اطريها معايا عشان اعرف اشكلها بالشكل ده، تمام. وابدأ افتحها كده من جوه واحط حتة ملبن واقفل. اكورها تاني، تمام.
احطها في الصينيه معايا واعملها بالبصامه. يبقى معايا بالشكل ده، تمام بالشكل ده لحد ما اخلص الكميه كلها. اسيبها تختمر حوالي نص ساعه تاني وادخلها على درجه حراره 180 وبعد كده اطلعها. ضربت الكحك الناعم وسبته برد معايا، شايفين سواه ممتاز وريحته تحفه. دلوقتي انا هحط له السكر، هنزل عليه بالسكر، شايفين في احسن من كده؟ اوريكم واحده معايا الكحكايه اهي، شايفين سواها، شايفين دايب خالص ازاي؟ يا رب يكون واضح قدامكم، شايفين؟ يا رب النهارده الحلقه تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.